في المشهد اللي بعد كده بنسمع جرس الباب بيرن، وبنشوف بنت زي القمر اسمها آنا بتحب هاري جدا على الرغم ان هي عارفاه حرامي، ونفسها هما الاتنين يتجوزوا، لكن هاري كان بيتسلى بيها وبيضحك عليها. علشان كده أنا كانت متعصبة جدا وهي رايحة عنده البيت، لأنها بترن عليه ومش راضي يرد عليها. انت خدت غرضك منه مش راضي ترد عليا ليه؟ راح كدب عليها وقال لها حرام عليك انا كنت نايم. راحت انا قالت له انت مش وعدتني تسهر معايا النهارده؟ قال لها انا تعبان جدا ومش قادر. راحت قالت له خلاص هنسهر مع بعض هنا، وللاسف هاري معرفش يفلت منها. فعلا سهروا مع بعض هما الاتنين، وانا دلعته وروقت عليه علشان فعلا بتحبه من كل قلبها، لكن هو كان بيتسلى بيها. وبعد ما سهروا مع بعض هما الاتنين انا بتقول له انت بتحبني ولا لا؟ قال لها انا بحب كل الناس. قالت له ازاي يعني؟ قال لها انا بحبك زي صاحبي جيرمي الحرامي وده اعز اصحابي. راحت انا اتعصبت من كلامه جدا ولبست هدومها بسرعه وسابته ومشت. وقتها هاري كان فرحان جدا علشان خلص منها. بعد كده صاحبه جيرمي بيروح عنده البيت علشان يتفقوا على ميعاد السرقه الجديده، لكن جيرمي رفض يروح معاه مره تانية وقال له انا خلاص بطلت سرقه، عاوز اعيش محترم زي كل الناس. راح هاري فضل يترجى فيه وقال له دي اخر مره، في بيت مليان فلوس ومجوهرات هنسرقه ونقشطه وكل واحد ياخد نصيبه، بعد كده انت من طريق وانا من طريق. لكن جيرمي رفض كلامه وسابه ومشي وقال له خلاص بطلت السرقه. وساعتها هاري ما كانش عارف يتصرف ازاي او يعمل ايه، لان عاوز واحد يساعده. علشان كده تاني يوم اتصل بيه وفضل يترجى فيه ووعده ان السرقه دي هتكون اخر مره، وفعلا هاري نجح ان هو يقنعه. تاني يوم الصبح يا معلم بنشوفهم هما الاتنين راكبين عربيه وبيراقبوا البيت اللي هيسرقوه، وفضلوا قاعدين جدا في العربيه لحد ما اصحاب البيت يمشوا. وفعلا بعد شويه اصحاب البيت بيتحركوا ويسيبوا البيت ويمشوا، وجيرمان صح هاري وعرفه باللي حصل. بعد كده هما الاتنين دخلوا البيت وفضلوا يدوروا على اي حاجه يسرقوها، وكل واحد منهم فضل يدور في مكان. لكن فجاه ومره واحده يا معلم صاحب البيت بيرجع وشاف جيرمان من الباب وهو بيسرق. راح جيرمان ساب الحاجات اللي في ايده وجري بسرعه، لكن صاحب البيت جري وراه ونادى على هاري بصوت عالي عشان يساعده. وفعلا هما الاتنين اتغلبوا على صاحب البيت وعرفوا يهربوا منه، وهما الاتنين ما كانوش مصدقين اللي حصل. ولما رجع البيت جيرمان اتعصب على هاري وقال له انت في طريق وانا في طريق، وانا خلاص كده بطلت سرقه ومش عاوز اشوفك ولا ترن عليا. ساعتها هاري فضل يهديه، لكن جيرمان ما سمعش كلامه وسابه ومشي. ومن ساعتها هاري بدا يعتمد على نفسه في السرقه، لانه خلاص مش هيلاقي حد تاني يثق فيه. عشان كده بدا يخطط ويفنن لوحده. بعد ما دراعه اليمين سابه ومشي، وفي يوم من الايام قرر ان هو يسرق بيت وفضل مراقبه فتره طويله. ولما دخل ما لقيش حد موجود، وهاري فضل يدور على حاجات قيمه عشان يسرقها، وفعلا خد كل حاجه موجوده في البيت وحطها في العربيه. لكن قبل ما يسيب البيت ويمشي قرر ان هو يدخل الحمام علشان يعمل زي الناس. وقتها كان فرحان جدا وسعيد لان عمليه السرقه تمت على خير.